فيلم جديد لواحدة من فرقي المفضلة في عالم مارفل عموما، إذا كان بقى كوميكس ولا عالم سينمائي. وده برضو يبقى العمل رقم 57 في عالم مارفل السينمائي، والفيلم رقم 37. والفيلم اللي هتكلم عنه النهاردة هو ذا فانتاستيك فور فيرست ستيبس. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما لسه قايل لكم، الفيلم اللي هتكلم عنه النهارده هو فيلم ذا فانتاستيك فور فيرست ستيبس. الفيلم ده هو اول فيلم في الفيز السادسه في عالم مارفل السينمائي او الام سي يو كما هو متعارف عليه يعني. والفيلم ده المفروض اللي هو اللي بيمهد لنا للاحداث اللي جايه، اللي هي احداث فيلم افنجرز دومز داي. طبعا في كام عمل لمارفل هينزل على اخر السنه دي، في مثلا مسلسل اسمه وندر مان، ومسلسل تاني اسمه ايزون واكاندا او حاجه كده. برضو دول كلهم حاجات ستاند الون ملهاش دعوه بالام سي يو، وده اللي ديزني ناويه تعمله. ديزني الفتره الجايه ناويه من معاها هي صلاحيات لمارفل كلها، شبه كلها، معاش طبعا صلاحيات لشخصيه سبايدر مان والعالم بتاعه، بس ناويه بالصراحات اللي معاها ان هي تبدا تعمل اعمال ستاند الون ملهاش دعوه بالقصه، زي مثلا مسلسل او كرتون يور فريندلي نيبرهود سبايدر مان اللي كان نزل تقريبا اول السنه دي او اخر السنه اللي فاتت، حاجه كده مش فاكر بصراحه. وكيفن فاجي كان طلع في لقاء من قريب وقال ان فعلا الفتره اللي فاتت افلام مارفل ومسلسلاتها كانت رايحه في داهيه علشان ديزني او مارفل كانت مركزه على الكميه اكتر من الجوده، لكن من اول دلوقتي او من الاول الفيلم ده هم هيبداوا يركزوا على الجوده اكتر من الكميه. حتى نلاقي ان الحاجات اللي متصرح عنها في الفيز دي حاجات قليله، تقريبا هم 8 اعمال. طبعا ده لو ضفنا ليهم الحاجات اللي ستاند الون اللي هي مثلا مارفل زومبيز، ايزون واكاندا، وندر مان والحاجات دي، انما هم في الحقيقه كعالم سينمائي هم اقل من كده. هم بالظبط 5 اعمال تقريبا. اعلن من فتره خبر ان ريد ريتشاردز او بيدرو باسكال هو اللي هيكون بيقود الفيلم عموما. يعني الفيلم ده هو الفيلم الرابع لافلام فانتاستيك فور. طبعا مش كلهم تبع بعض، في اول فيلمين اللي نزل في 2005 فانتاستيك فور، واللي نزل في 2007 اللي هو فانتاستيك فور رايز اوف سيلفر سيرفر، دول تبع بعض. وفي بقى طبعا الفيلم اللي يقرف بصراحة بتاع 2015 اللي هو فانتاستيك فور، او زي ما متعارف عليه فان فور ستيك. الفيلم ده ما انصحش حد يتفرج عليه، الفيلم ده زبالة. إيه هتقول لي الفيلم ده يقع فين ما بين الثلاث افلام دول؟ هقول لك خلي النقطة دي لنقطة التقييم. خليني اقول لك بقى الكاست بتاعنا بتاع الفيلم ده مين اصلا. اول حد معانا وهو بيدرو باسكال، واللي بيلعب دور ريد ريتشاردز، واللي اكيد شفناه في اعمال قبل كده زي مثلا مسلسل ذا لاست اوف اس اللي لسه الجزء التاني خلصان بتاعه، وجلاديتور 2، ومسلسل ناركوس، الحاجات دي كلها. وطبعا كلنا عارفين بيدرو باسكال واداته التمثيليه. وبرضه لسه نزل له فيلم قريب اسمه ماتيرياليست، كان هو وكريس ايفنز ومش فاكر مين كمان. ومعانا اللي بتلعب دور سو ستورم هي فانيسا كيربي، وذا ثينج هو ايبون موس، واللي معروف بمسلسل ذا بير، واللي اداؤه فيه بصراحه جامد جدا. ممثل فعلا بيعرف يوصل لك كل المشاعر، وبالذات في مسلسل ذا بير. المسلسل ده دراميا ونفسيا المسلسل ده جامد جدا. وجوزيف كوين واللي بيلعب دور هيومن تورتش، واللي برضو شفناه في جلاديتور 2 مع بيترو باسكال، وشفناه برضو في سترينجر ثينجز السيزون الرابع. ورالف انيسون، وده اللي بيلعب دور جالاكتس او مدمر العوالم او اكل العوالم. واخر حد معانا وهي جوليا جارنر، تلعب دور سيلفر سيرفر او اللي معروفه برضو باسم شيلا بال، ودي غير اللي كانت في الجزء الثاني من فانتاستيك فور اللي نزل في 2007. والفيلم عندنا من اخراج مات شاكمان، وده مش اول عمل يخرجه جوه عالم مارفل السينمائي. هو بالفعل هو اللي اخرج مسلسل واندا فيجن. وبالنسبه لي مارفل بتجيب المخرج ده لما يكونوا عايزين يعملوا عمل درامي، عشان الفيلم المره دي فيلم درامي. خليني بقى اقول لك القصه بتاعت الفيلم ده بدون حرق. فرقه فانتاستيك فور واللي بيبقوا عندهم قدرات خارقه لما بيطلعوا رحله للفضاء ويتعرضوا لموجه كونيه ما بتلعب في الجينات بتاعتهم بتديهم قدراتهم دي. الفيلم عندنا المره دي زي حاله سوبرمان كده بالظبط، بيبدا بعد ما بقوا فانتاستيك فور ب4 سنين، وبيبقوا هم حماة العالم في الزمن ده. ونسيت اقول لك ان احداث الفيلم ده بتدور في عالم تاني، مش العالم الاساسي بتاع عالم مارفل السينمائي اللي هو ايرث 616. فالعالم ده ما فيهوش افنجرز، او لسه ما بقاش فيه افنجرز، عشان احداث الفيلم برضه بتدور في الستينات. ودي حاجه غريبه على مارفل بصراحه، يمكن برضه ما شفناش غير من مات
جاكمان في اول كام حلقه في واندا فيجن. الباقي بقى باقي القصه ان هم بعد ما يبقوا حماة الارض، سو او سوزان ستورم المعروفه برضه بانفينسيبل وومن بتكون حامل في ابنهم فرانكلين، وفي نفس الوقت ده بتجيلهم سيلفر سيرفر وتقول لهم ان خلاص الكوكب بتاعهم اتحكم عليه بالدمار وان جالاكتوس هيتغذى على الكوكب بتاعه. طبعا مفيش اي حاجه في حرق في كلامي، كل ده اتقال في التريلر. فبيبداوا الفانتاستيك فور بما انهم حماة الارض بيروحوا يقابلوا جالاكتوس ويشوفوا هو عايز ايه عشان يسيب الكوكب بتاعه. فيلم بصراحه هو اول من نوعه في عالم مارفل عموما، مش فاكر ان شفت اي حاجه شبهه. فيلم درامي اكتر ما هو اكشن. فيلم بيركز لك على الشخصيات اللي هو ريد ريتشاردز وبين جريم وسو ستورم وجوني ستورم اكتر ما بيركز لك على دورهم كابطال. طبعا الجزء ده محفوظ بما انه فيلم ابطال خارقين يعني، بس التركيز الاكتر عن المشاكل اللي حاصله جوه العيله دي. انا بالنسبه لي انا كميل انا ده عجبني جدا. في ناس برضو ما عجبهاش الحوار ان هو الاكشن قليل قوي في الفيلم ده وان التركيز اكتر درامي، بس لا انا بالنسبه لي ده ما كانش اي مشكله. وبرضو في ناس كانت معترضه على ان بيدرو باسكال هو ريد ريتشاردز، مع ان انا شايفه اختيار ممتاز بصراحه. والفريق ده عموما هو تقريبا احسن فريق فانتاستيك فور اتقدم لنا، ومش محتاج اقول لكم طبعا ان معالجه شخصيه جالاكتوس في الفيلم ده احسن ب 100 مره من فيلم فانتاستيك فور رايز اوف سيلفر سيرفر. الفيلم ده عرف فعليا يورينا جالاكتوس. احنا حرفيا كل اللي شفناه من جالاكتوس او من نواحي جالاكتوس غيمه تقريبا، غيمه رايحه تاكل الارض. ونهايه الفيلم برضو بتاع 2007 ده ما عجبتنيش قوي، ان هو كل نهايه كليشيهيه برضو، ان هو ما عشان سو قالت لسيلفر سيرفر كل واحد عنده اختيار، فخلاص انا عندي اختيار ان انا اقدر اوقف جالاكتوس. طب ما انت ليه ما وقفتوش من الاول لما جه راح ياكل كوكبك؟ ما تفهمش. بس بصراحه الاداء جامد جدا بتاع كل الممثلين بصراحه، مش مفيش حد بالنسبه لي اثر. ونسخه جوني ستورم بتاعه جوزيف كوين، النسخه دي بالنسبه لي هي اجمد نسخه هيومن تورش قدمت لنا تقريبا في خلال الثلاث افلام اللي فاتوا. ادانا هو بالنسبه لي هم فيلمين بصراحه. الفيلم بتاع 2015 ده يعني زباله فنيه، حتى ما يعتبرش فيلم ولا قدم لي اوريجين ستوري عدله ولا اي نيله. لو انت ليك في الكوميكس فهتعرف ان شخصيه فرانكلين او اللي هو ابن ريد وسو ده تقريبا من اقوى الشخصيات في عالم مارفل كلها. هو بيقدر يعمل او ينشئ اكوان من العدم، وده من هو صغير كمان حتى مش بعد ما يكبر. فهو لو فاهم في كوميكس هتفهم ليه جالاكتوس عايز يتغذى عليه هو، عشان ده حرفيا مش هيخلي جالاكتوس ياكل اي حاجه من الكواكب التانية. طبعا انا واللي داخل واللي هيخش حاطط في دماغه فكره معينه لما يبدا يوصل لنص الفيلم تقريبا انا الاحداث هتمشي ازاي. بس هنا بقى تيجي البلوت تويست اللي انا مش هينفع اتكلم فيها عشان تبقى حرق. ممكن بعد كده نبقى نعمل مثلا فيديو حرق، واللي ما يعرفش انا مارفل فان بوي جدا، او كنت بعد بقى تدني اللي حاصل في مارفل ده انا ما بقتش اديهم اهتمام زي الاول. يعني لسه ما اتفرجتش على مسلسل ايرون هارت اللي لسه نازل، ولا مسلسل دير ديفل بورن جين، ولا الحاجات دي كلها. بصراحه انا بحب اخراج مات شاكمان من اللي انا شفته في مسلسل واندا فيجن. في اكتر من لقطه طلعوا في التريلر بتاعت ريد ريتشارد هو بيتمدد والحاجات دي. اللقطات دي اخراجها جامد، اخراجها بسيط لدرجه تخليك تحس بنشوه. الفيلم اخراجه جامد جدا، وحتى تصميم جالاكتوس ده جامد برضه. ونيجي للحق بصراحه احنا ما خدناش فرصه ان احنا نشوف جالاكتوس في عالم مارفل عموما، فانك تظهرولي كده ويبقى جوده السي جي اي بتاعه كده. بالعكس كان في اكتر من حاجه الفتره اللي فاتت كان السي جي اي بتاعها هيقرف بصراحه، بعيدا عن فيلم باك ويدو والحته الاخيره اللي فيه. بس في الفيلم ده انت مقدم لي شخصيه حلوه جدا، الستوري بتاعتها حلوه، كل الشخصيات بصراحه. اي نعم مش عاطيني باك ستوري علشان انت بادئ لي الفيلم برضو بعد 4 سنين نفس عملة فيلم سوبرمان، بس انا ما عنديش مانع مع ده عشان عارف الباك ستوري، عشان اتفرجت على الافلام اللي قبل كده وعارف الكوميكس. ويمكن انا برضو مش شايف سلبيات، عشان انا تقريبا كل ريفيو لفيلم انا بتفرج عليه بيكون بعد ما اتفرجت على الفيلم على طول. يعني انا دلوقتي الساعه 11 وشويه، انا مخلص الفيلم الساعه 8، بكون لسه الفيلم ما دارش في دماغي قوي، ما شفتش فيه سلبيات كتير. انا لحد دلوقتي مش شايف فيه سلبيات بصراحه، وشايف القصه متماسكه جدا. يمكن برضو السلبيه او الكليشيه الوحيد في شخصيه سيلفر سيرفر، لما تشوف الفيلم وتشوف الفايت الاخير ده هتفهمني، بس ده تقريبا الكليشيه الوحيد اللي في الفيلم كله. بس الفيلم ده برضو عاطي قيمه لشخصيه جوني ستورم، طلع لي فعلا ان هو ذكي. في اول جزئين
تالون هو طلع لي او قال لي ان هو كان شغال في ناسا، لكن ما ورانيش اي نسبه من ذكاء جوني ستورم. في الفيلم بتاع 2015 دي حاجه نشهد له بيها بصراحه، هو باين لي ان جوني ستورم ذكي، اللي كان بيلعب دوره ساعتها مايكل بي جوردن. بس الفيلم ده فعلا وراني ذكاء جوني ستورم، عشان كده تقريبا ده اكتر نسخه انا حبيتها. ودور جوزيف كوين لايق جدا بصراحه، وقلل لي الجزء برضه ان هو زير نساء ما بانش قوي في الفيلم ده. الفايت سينز في الفيلم ده مع ان هي قليله بس هي حلوه وممتعه برضه، مش هتحس بملل. ومارفل بتبدع في حاجه اسمها لايتنج للسين عموما والمشاهد بتاعه الفضاء. ده اول فيلم المارفل هتفرج عليه واحس ان الكولر باليتس يعني مستخدمه صح، الالوان صح، الالوان بتبرز مشاهد. الحاجه دي كنت بشوفها كتير في دي سي، لكن تلوين مارفل بصراحه بالنسبه لي هو تلوين اعلانات. انا مارفل فان بوي وبقول لك كده، التلوين بتاع مارفل هو بيعمل بس كولر كوريكشن، مفيش كولر جريدنج. ولو انت اديتور او اي حاجه ليها علاقه بلعب في الالوان انت هتفهم انا اقصد ايه. هو بيعمل كولر كوريكشن وبيلعب في الساتوريشن قوي، لكن في الفيلم ده هو مختار الوان حلوه، الوان بتبرز مشاعر المشهد، الوان فعلا مريحه ولايقه مع الجو اللي هو جو الستينات ده. ويا ريت اعمال مارفل اللي جايه تركز في حاجه زي الالوان، ما تبقاش كل حاجه اوفر ساتوريتد ومجرد كولر كوريكشن المعمول. خلينا بقى نخش على نقطه التقييم، وما اظنش ان انا عندي اي حاجه تانية اقولها عن الفيلم ده على الاقل دلوقتي. ممكن بعد كده ابقى انزل لكم شورت او ريل او اي حاجه اقول فيها لو انا اكتشفت سلبيات او اتكلم فيها بحريه حركه. تقييمي للفيلم ده هيبقى نفس تقييم فيلم سوبرمان، وهو 9/10. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان انا بقيم بطريقه مختلفه افلام مارفل. يعني انا بالنسبه لي اكتر فيلم مفضل ليا في عالم مارفل هو فيلم افنجرز انفينيتي وور. ده بالنسبه لي الفيلم اللي فعلا اديله 10/10. و10/10 برضه بوديها لايه؟ لحاجه انا اقدر بعد ما خلصتها ارجع اتفرج عليها تاني في ساعتها. دي حاجه انا بعرف اعملها مع فيلم افنجرز انفينيتي وور. وبرضه فيلم ثور راجناروك، الفيلم ده برضو تقييمي ليه 10/10، واقدر اعيده 3-4 مرات ورا بعض كمان. فانا هقيم الفيلم ده 9/10، ومقيمه على ليتر بوكست 4.5/5. وبرضو قللت تقييم فيلم سوبرمان، خليته تقريبا 4 أو 4.5، وهو تقييم الفيلم حاليا 3.7. هل ممكن يعلى؟ هو حاليا سوبرمان واقف عند 4/5، ده ممكن برضو يعلى لسه لما ينزل بقى في السينمات الاوروبيه والسينمات الامريكيه وكده. تقييمي بقى ليه ما بين الثلاث افلام اللي نزلوا، طبعا في المرتبه الاخيره فيلم فانفورستيك، يجي بعديه، هي هتبقى بالترتيب عموما بس احنا هنطلع الفيلم ده لاول مرتبه، يبقى هو الاول ذا فانتاستيك فور فيرست ستيبس، بعديه فانتاستيك فور، بعديه فانتاستيك فور رايز اوف سيلفر سيرفر، بعديه فانفورستيك. بس لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتعمل لي فولو على كل منصاتي، التيك توك والانستجرام والليتر بوكس، هتلاقيهم كلهم تحت في الديسكريبشن. واستنى مني فيديو جديد الاسبوع الجاي، واكتبوا لي برضه تحت ايه الفيديو اللي عايزين تشوفوه. وهحسب لكم في الاي اللي هتطلع دلوقتي على الشاشه لينك الفيديو اللي فات بتاع الجزء الثالث من الميثولوجيا النورديه. وكده انا خلصت الميثولوجيا النورديه كلها، ويا ريت تروحوا تشوفوا الفيديو ده علشان الفيديو ده طالع عينه، تقريبا اخر جزئين رايحين في داهيه خالص. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، وهطلع لكم في الاي دلوقتي، وروحوا اتفرجوا عليه. تمام، بس كده، سلام.